شفتي اللي حصل يا ميس؟ خير في ايه؟ مروان عمل لي بلوك. ايه ده؟ طب انتي عملتي حاجة تضايقه؟ ابدا والله، انا بس بعت له حوالي 7 رسايل وما ردش عليا، وبعد كده جيت اكلمه فيديو كول عشان كل ده ومش عايزاه يعملك بلوك؟ طيب انا هتصرف، ما تقلقيش. ما قلقش ازاي بس؟ دي الطريقة الوحيدة اللي كنا بنتواصل بيها معاه. دلوقتي احنا ما نعرفش عنه اي حاجة. لا، في طريقة طبعا. انا هجيب بياناته من كشوفات المدرسة وبعد كده نتصرف. حبايب قلبي عاملين ايه؟ معاكم نور خالد. فانزات الكتير اللي كانوا بيسألوني انت مختفي فين؟ انا اهو ورجعت اقوى من الاول. تحديات بقى ومسابقات ولايفات، كل حاجة حلوة بتحبوها. هسيب لكم لينك القناة الجديدة بتاعتي على اليوتيوب. اعملوا لايك وسبسكرايب وانتظروا الجديد. وعايزة اقول لكم خبر وحش قوي، انا حزين جدا، فياريت تفرحوني بحوت او تطبطبوا عليا بأسد. وما تنسوش تكبسوا لايكات. يلا كبسوا كمان. الفيديوهات بتاعت نور فيها حاجة متغيرة. واضح إن المعدات دي هي اللي مخليه الفيديوهات شكلها حلو. جبتها منين بقى يا أستاذ؟ خلاص يا بابا عملت القناة بتاعتي، وقدامها تعرف ان نور كان عنده حق من الأول. جبت الحاجات دي منين يا نور؟ من علي صاحبي. وعلي صاحبك ده جابها منين؟ من مراد صاحبنا. أيوة، يعني بتاعته ولا سالفها برضه؟ لا بتاعته. أصل مراد مصور شاطر قوي، تلميذ من تلاميذي، فاحنا صحاب يعني يا بابا وبنسلف بعضينا. وانت سلفته ايه بقى؟ سلفته خبرتي. اما نشوف اخرتها يا نور. جماعة أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا. أنا ابتديت أحط رجلي على أول طريق الشهرة والفلوس، ومش هخليكوا تحتاجوا أي حاجة. شبيكوا لبيكوا نور ما بين إيديكوا. بابا ماما، بالنسبة للنيش فاللي اتكسر يتصلح. تيتا حبيبتي، هجيب لك نضارة جديدة وهعمل لك مكتبة كاملة في البيت. نورة أختي حبيبتي، أي حاجة عايزاها مش هوصيكي، اعمليها لنفسك. انا اصلا مش عايزة منك حاجة. طب ما تجيب لنا بالفلوس دي حاجة نحل بيها بعد الأكل. بابا حبيبي، هو في أحلى مني؟